سلام امهات، اش راكم بخير؟ اليوم اي ام راكي دايره مجهود، راكي تعبانه، راكي تحوسي غير على المصلحه تاع ولدك، بصح من غير ما تحسي ممكن راكي تعطيه في سم في قالب حلو. هذه هي اللي نقدر نقولها لكم. اي ام يهمها هذا الموضوع. غادي نحكوا على المأكولات اللي تضر ولادنا. غادي نعطيك جميع المأكولات اللي غادي تضر ولادنا، وان شاء الله غادي نستمتعوا بهذا الموضوع اليوم. ما تنسونيش بالجيم والاشتراك في القناه، بينوا رواحكم بالجيم، باش ان شاء الله نتشجع ونزيد نجيب لكم مواضيع تهم ولادنا ان شاء الله. اول خطأ تعمله اي ام اللي هي العصائر والمشروبات الصناعيه. هنا تقول لك ما يحبش يشرب الماء بزاف، تقعد تبدل له الماء بالعصائر هذو الكاذبه. علاش كاذبه؟ لانه يكتبوا لك فيها فيتامين سي ولكن بكميه صغيره بزاف، والكميه السكر رهيبه، والمواد الحافظه ما ننسوهاش. هنا الطفل كي يشرب داك الكاس يعطيه الطاقه كاذبه، تشوفيها كطاقه وكاع تقولي مجي، بصح هو كاذبه. خاطرش يهبط له السكر بسرعه ويولي يطلب اكثر واكثر واكثر، ما يشبعش هذاك الجو، ويولي دائما يحوس عليه. ومع الوقت غادي تولي له سمنه، تولي تعب مزمن، تولي فرط حركه، تسوس اسنان. وهذيك الفرط الحركه بزاف تجي من المواد الحافظه وديك السكريات الكاذبه. هنا الحل تاعه هو تقدري ديري له كاس ماء مع عصير طبيعي منزلي. اذا كان وقت التشين ديري تشينا، اذا كان وقت لي فخاز ديري لي فخاز، ووقت الليمون وهادو ما ديري هادو العصائر طبيعيه مهما كان تكون مليحه لولدك. هنا ولا الماء مع شرائح فاكهه، كيما قلت لك، كيما الليمون، التفاح، البنان، اي فاكهه يحبها ولدك عصريها له كوم جو ويشربها طبيعي وسكر طبيعي تاع الفاكهه، ما غاديش يضر ولدك. اما بالنسبه للشوكولا والبسكويت الصناعي هادو تاني، انا اي حاجه نقولها تعطيها بزاف لولدك غادي تاثر به بالسلب. علاه؟ هنا الطفل كي غادي ياكل هذاك البسكويت ولا غادي يعطيه تاني ديك الطاقه، هذيك الطاقة السكريات بكثرة تحبس له الشهية الحقيقية. هنا كي تكثري له من السكريات غادي كي تبغي تعطيه حاجة اللي ياكلها فيها كيما العدس، كيما اللوبيا، كيما الخضرة، كيما هنا ما يقدش، ما يبغيش ياكل لك. علاه؟ لانه كثرتي له من السكريات، والسكريات اللي ما فيها حتى فايدة. هنا يولي يكره لك الخضرة والبروتين والحبوب، اللي هذه هي اللي نورمالمون يتغذى عليها الجسم تاعه. هنا يولي الطفل مزاجي وعصبي، يرفض الاكل الطبيعي. علاه؟ خاطرش والف هذوك الاكلات كيما نقولوا الغير صحيه اللي يتغذى عليهم الطفل، ويولي يرفض لك الخضره وغادي تلقي مشكل في الكبر، يولي ما ياكلك والو، خاطرش كثرتي له من هذوك البسكويت، الشوكولا، وهذا يحبهم جسم الطفل، يتغذى عليهم ويعطي له هذيك الحركه الزائفه. حاجة ثالثة السندويتشات السريعة والطاكوس هادوما الأكلات السريعة. هنا من المحل، هنا يجيبوها الأطفال للدار من برا، وحنا نقولوا معليش غادي ياكلهم، غادي يشبع من برا وكاع، بصح لكن أنو نشوفوا هادو المأكولات فيها دهون مشبعة، مواد حافظة، جبن صناعي، نقص تام في الألياف والفيتامينات. هنا النتيجة غادي تكون عنده مشاكل في الهضم، ضعف المناعة. تقولي ولدي علاش مناعته ماشي قويه، اضطرابات سلوكيه، قادره يكون عندها اضطراب. علاه؟ من المأكولات، لان الاكل الصحي راكي تبني فيه جسم صحي. وكاين اكلات تدمر صحه اطفالنا بصمت، واللي نشوف فيه هي الاندومي. هنا الطفل يجيب لك داك الاندومي، تحضريه له في 3 دقائق تتفرحي، تقولي 5 دقائق نحط الله هذه الاندومي، ويبغيها وشابه فيها الطب الخف. بصح هذا الشيء ضار لولادنا. علاه؟ فيه مواد حافظه، فيه نكه صناعيه، فيه ملح زائد، نسبه خطيره من الملح. هذوك لي زيبيس اللي يديروهم في ديك الاندومي راها ضاره. والدهن مكرر، فيه دهون مكرره، هذه قاتله بزاف لصحه ولادنا على المدى الطويل. غادي كل يوم تجيبي له ديك الاندومي، غادي مع مرور الوقت غادي تلاحظي باللي ولدك راه في تدهور، صحتنا راها في تدهور. ايضا الحلويات الملونه، هذوك اللي تشوفي فيهم لي كولور بزاف، كيما السكاكر، كيما العلك، المصاصات، وحتى بعد الحلوى اللي تجي فيها لي كولور بزاف.
المايز اللي فيه لي كولور بزاف. هنا ايفيتيهم، علاه فيهم تركيز، غادي ياثروا هادو النكوهات، غادي ياثروا على تركيز الطفل، على النشاط الزائد. تشوفي تقولي ولدي راه فيه حركه زائده، فيه نشاط ماشي كيما الاولاد الاخرين. النشاط الزائد ماش من الحلويات، من الالوان هادوما اللي في النكوهات. تولي عندها الحساسيه، قادر تكون عندها حساسيه ماش من هادو النكوهات. أه أه هنا يكون عندها سلوك عدواني، قادر ماش من السكاكر هادو. كاين اللي ولادها يبغوا المايونيز، الكيتشوب، واي حاجه معلبه. نقصوا من فيها مواد حافظه بنسبه كبيره، سورتو الطفل غادي ما يربيش المناعه كي يتعود على هادوما المأكولات. هنا تظني بلي راكي تزيدي نكهه للماكله، لكن راكي تضريه، لان الزياده في الملح والسكر راها مواد مسرطنه، خاصه في اللحوم المعلبه، كيما هادوك اللي نشوفوهم، هادو كاشير ولا لي كورني دو بوف. هادو ما كاع ايفيتيهم شويه. الطون بكثره، تبدي يولو كان غير شويه في اليوم، ما تعلميهمش هادوما المأكولات، خاطرش غادي يولي له عنده خلل في النمو والخلايا. الواحد كبير شويه يتحمل، ولكن واحد كيكون صغير ما غاديش يتحمل هادو المواد. هنا الحلول كيفاش ولدك غادي ولا بنتك تبدلي له هادو المأكولات الضاره بأكلات صحيه. هنا ما نقولكش حرمي ولدك من كل شيء ولا بدلي له العاده السيئه تماما، بدليها بطريقه ذكيه. كيما العصائر، قلت لك بدلي الصناعي بالعصير المنزلي، ديري له عصائر منزليه. قلت لك على حسب الفاكهه الموسميه، ناكد عليها لانه كي تكون موسميه تشبعوا منها، تكون رخيصه وتكون شابه، وديري في الكونجيلاتور، عليه ديري في المجمد، وديري وخاطر الجبدي، وديري عصائر. اما بالنسبه للحلويات، اذا شتي ولدك يميل بزاف للحلويات، حضري له بسكوي في الدار، ديري له شوكولا منزليه، دقيق يكون كامل، ديري له شويه عسل. اذا يكون هو من محبي السكريات، ديري له شويه زبيب، ديري له المكسرات. نعرفوا باللي المكسرات مليحه لدماغ الطفل، يولي عنده تركيز، يولي عنده. بدلي له بهذوك السكريات الكاذبه بالسكريات الصحيه اللي تفيد ولادنا. اما بالنسبه في الفطور، هنا اوليو تروحي ديري له داك الاندومي ودوك الصوالح، لا، ديري له حليب مع تمر، علميه بيضه مسلوقه كل يوم فيها بروتين، ديري له خبز قمح، جبن طبيعي. ناكد لكم على الجبن الطبيعي. كاين جبن اللي ننصح به، كاين اسمه موكسي، جبن طبيعي. كنت علمي ولادكم هذاك الجبن خير من دوك اللي فيهم ملوحه زياده، اصلا كي تذوقيه تحسي بداك الملح ماشي طبيعي. وعلميهم ياكلوا الفاكهه هكا طبيعيه، ماشي اوبليجي جو. اذا مبغاش يشربها لك جو، طيها له طبيعيه ياكلها خير. اما بالنسبه نهضروا على لمجه الاطفال، هنا اللمجه قادره ديري لها خبز وفرماج، شري شوكولا طختيني ديري لها خبز وشوكولا، طيها الماء. ايفيتي له دوك البسكويات هذوك تاع برا، دوك الجاهزه، دوك لي دونات اللي ينباعوا برا. سي ديري له حاجه صحيه في المنزل، خبز وشوكولا، خبز وفرماج. خليه كي يجي يفطر، ولا فطري حاجه صحيه، ما تكثريلاش هذيك اللمجه البسكويت والكاطو ننصحك تاني. كاين واحد الجي راه يدور في السوق، فيه الشوكولا لداخل بلا ذكر الاسم، ولكن قلنا نذكروا الاسم باش الواحد يكون كاين وعي. هذا كوندي شوكو، انا نشوف باللي راه فيه ماده راه تضر لاطفالنا. نقصوا لولادكم هادو لي جو هادوك تاني لي فيتا جو هكا، غادي كي يديه اللمجه معاه غادي اصلا يشربها على الخوا، غادي يضرها في ليستوما، غادي كي يجي يقول لك ماما كلشي يضرني. هنا تقولي تخمي تقولي ماش راه يضر، هنا نوكل حاجه صحيه وكاع، راه ملي يجيو المعلبه اللي هادوك المواد غادي يشربهم على الخوا كيما نقولوا، سورتو كي يروح يقرا مع البديه غادي يشربها على الخوا، غادي يضر في الكرش تاعه. وغادي انتي تقولي حايره، تقولي ماش راه ينضر، ماش راه يضر. راني حضرتكم وقلت لكم ملي يجيو المعلبه هادوك الصغار يديهم لمجه، ايفيتوهم. اما بالنسبه للطفل اللي يرفض الاكل الصحي، واش غادي ديري معاه؟ غادي نعطيك الحل. هنا صح الطفل ما يحبش التغيير، ويلق الام كما قلنا تكون ذكيه وتعرف تتحايل كيفاش تتحايل مع الطفل. نصائح مجربه، شاركيه في التحضير. هنا يلقى يساعدك في التحضير، يتحمس باش يذوق، غادي يتحمس، غادي كي يساعدك في داك الطهي، كسوسوا بسكوي اي حاجه هكا تعرفيه بلي ما ياكلهاش، ولا روح حضر معايا. سورتو الطفوله هي تعشق الالوان، ديري لها جو،
فيه ضحك بالخضر منا، ويقول لك غادي كيطيب نشوفوها كيطيب كيتولي بنينه ومنا غادي يولي ولا استعملي القصص. تقدري تقولي لا سبونج بوب اذا شتيه يبغيه ولا ياكل السبانخ، ياكل منا يولي قوي حشيله كيما نقولوا. هنا باش تولي ذكيه ذكيه اللي تذكريه باي ميكي يعجبه، ناغوتو ولا اي حاجه، ولي له ياكل خضره ياكل منا، خاصك تاكل كيفاه تولي كيفاه. هنا غادي تنغرس له في الذاكره تاعه ويولي يحس بلي هذوك هما اللي يعطوه القوه بطريقه ذكيه، وغادي تبتي له هذوك القواعد. ماشي كل يوم شوكولا، ماشي اليوم كل يوم كل يوم دوك المعلبات وكاع، كل يوم حاجه صغيره هكا تعلميها له خضره وكاع، غادي تسهني من هذيك العاده السيئه اللي كان فيها. وكختامنا لهذا الموضوع، ولدك راه نعمه، راكي نتي الحارسه تاعه. هنا ما تخليش السوق يديه ولا الموضه تديه ولا تربيه الغاشي كما نقولوا. كاين اللي يتربى في دار العائله وين كاع يدخلوا في الاكل تاعه، انت تعطيه الصحي وما يعطوه. هذا موضوع غادي نطرقوا له في ان شاء الله في موضوع جاي، ولكن ما غاديش يكفينا الوقت باش ما نطولكمش في الموضوع، غادي نديروه موضوع اخر. هنايا الا كنتي تعرفي تتحكمي في ولدك، وان شاء الله نكون نصحتك بحاجه تفيدك، ماذا بيا تشاركوني في التعليقات اذا راكم حابين نكملكم في هذا الموضوع. والى اللقاء. ما تنساونيش بالجيم والاشتراك في القناه باش نتشجع، وان شاء الله نزيد نكملكم مواضيع اخرى.